كريم، الرجاء يصعد للدوري الممتاز في الدقيقه الرابعه بالوقت بدل الضايع. معي الكابتن نبيل محمود المدير الفني لفريق الرجاء. بنقول مبروك، فوز مهم وفوز غالي جدا، يمكن الاصعب ليك طول حياتك الكرويه. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. انا بعد الفوز ده الراجل اللي رباني، الله يرحمك يابا، كان نفسي اشوف اليوم ده. يا غالي ما اقدرش. كابتن النهارده المباراه كانت صعبه بالنسبه لك، النهارده الفوز في اخر الدقيقه الاخيره دي، اهدى يا كابتن نبيل. طبعا فرحه كبيره، احنا مقدرين كل ده يا كابتن. بنقول مبروك النهارده، لازم تتكلم طبعا ونقول مبروك النهارده فرحه كبيره يا كابتن. الحمد لله والشكر لله، كان الحمد لله والشكر لله. مبروك لاهل مطروح، مبروك للمحافظ سيد اللواء علاء ابو زيد. بشكر الناس كلها اللي ساندتنا، الناس اللي وقفت ورانا. لعبنا مش بفلوس، مش بحاجه وشها حلو، بتفاؤل وتشاؤم. لعبنا، حاولنا، اخر اسلحتنا زقناها في الملعب. طول الماتش بنقول للعبتنا لو دخل فينا جون هيروح منكم المباراه وهتخرجوا بره الجيم. اهدوا، التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله والشكر لله. بشكر الناس اللي هاجمتني وحاربتني في النادي الاولمبي، جابوني للخير. يعني انت ناس بتعمل فيك شر، جابوني للخير. انا بشكرهم قوي، بشكرهم قوي اللي ما سابوش المهندس طارق السيد، استاذ ابراهيم الشيخ ينفذوا البرنامج بتاعهم. انا بشكرهم جدا، حاربوني ومشوني من مكان محترم عشان اجي مكان محترم اكتر واكتر وعشان اصعد. انا بشكرهم قوي. بشكر اللواء علاء ابو زيد على دعمه لينا. بشكر كل محب الرجاء اللي كانوا فوق البيوت. انا صرخت باللعيبه، قلت لهم العبوا عشان دول مش هياخدوا فلوس، دول بيحبوا الرجاء، العبوا عشان الناس دي. التوفيق من عندك يا رب والحمد لله، وانا مش قادر اتكلم تاني. مبروك يا كابتن نبيل. كابتن كريم، هنعود ليك دلوقتي بس لسه هنواصل احتفالات الرجاء. عوده ليك دلوقتي واستقبال باقي فقرات الاستوديو التحليلي.